السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم تخير يا ربي. مرحبا بكم في قناه شيوات السعديه يونس. كنشكركم بزاف بزاف من القلب. الشكر في حقكم قليل، يا ربي يرزق لكم ما تمنوا يا ربي. اليوم غنشارك معكم الحلوه ديال الشهده اللي كتجي زوينه وسهله واقتصاديه. هنا البنات درت بطاطا وحده اللي سلقتها وقشرتها ومعزتها مزيان، وزدت عليها دانون مسوس وواحد شويه ديال الملح، عار شويه البنات. وغنزيد البنات كاس مع مرش ديال السكر. ما صورت ما تشدش ليا البنات، مشى ليا داك المقطع ديال السكر. وهنا زدت البيض ديال البيض والصفر خليته للتزيين. درت المعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، وكاس مع مرش ديال الزيت. ما تكتروش الزيت البنات، اني راه باقي غندهن الطاوه بالزبده باش ما تجيش بزاف ميدمه. كنخلط كلشي مزيان البنات. وغنزيد البنات الماء. اللي بغى يدير الحليب يديرو، انا درت دانون ما درتش الحليب. ولكن البنات راه الا فيها البطاطا راه ما كتحتاج الحليب. راه هذه الحلوه ديال البطاطا كتجي زوينه البنات، كتجي مفشفشه من الداخل، ما غاديش تحتاج الحليب ولا الزبده. هنا البنات زدت 2 معالق ديال الشنجلان. او يمكن تزيدوا حتى زيدوا اللي عنده التنافع وحب الحلاوه يزيدوا. انا اصلا ما تعجبنيش المذاق ديالو بزاف، وما عنديش انا البنات، قلت لكم راه ما كنزحمش راسي بزاف. داكشي اللي عندي كنصيب به، داكشي اللي بغيت. ما كنكلفش على راسي. هنا البنات زدت الماء، 2 كيسان ديال الماء، وغادي وخلطت مزيان. وغطيتها شويه حتى غطيتها شويه البنات يرتاح الخليط شويه. عاد غادي نزيد الطحين. والطحين البنات كنزيد شويه بشويه وكنخلط بالخلاط يدوي حتى تنحس بالخليط ثقيل. عاد غنجمعو بيديا الخليط البنات. العجينه ما كنرخفهاش بزاف وما كنقصحهاش بزاف، تكون تتلصق في اليد. هاد الشهده البنات ديال البطاطا راه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها ان شاء الله، غادي تعجبكم بالبطاطا بهذه الطريقه باش صيبتها ان شاء الله. وتنتمنى من الخواتات وحتى الخوت اللي كيشوفوا الفيديو ديالي يعاونني بالبارطاج بالاشتراك بالكومونتيرات الزوينين، فضلا ليس امرا. هنا البنات درت 2 خمارات حمرين ديال الحلويات، وزدت واحد الفاني نسيتو ما درتوش في الاول، يعني باش يحيد ليا ريحه البيض. يعني راه ساهله البنات، ما فيهاش بزاف ديال المقادير ولا ما يعني اقتصاديه. البطاطا وحده
غتصيبي بها الشهدة وغتجيك زوينة وبنينة بزاف وصحية. ها ما تكتروش بزاف الزيت البنات. انا كنخلط بيديا حتى تنحس بالعجينه تقلت شويه، وغنجمعها بيديا البنات ونديرها قريصات صغار. غنخليها تتخمر شويه، عاد غنديرها قريصات صغار. وغادي نديرها يا البنات، غندير الشكلاط والسمنها، وغندير وحده حتى نكمل اسمه، وغنخليها ترتاح شويه في الطاوه. غندخلها الفران ونشعلها من التحت، ما نديرش، ما نشعلش من الفوق حتى تطلع مزيان بحال كما الشكل ديال الكيكه كما كتطلع الكيكه. حتى هاد الحلوه ديال الشهده البنات راه كتبغي طياب من التحت عاد الفوق حتى تطيب من حيت كتطلع بحال الكيكه البنات. ملي كتشعلوا عليها لتحت كتبقى تتخمر وكتطلع بحال الكيكه حتى تجي قد الطاوه. يعني البنات باقي كندلك، باقي كنخلطها بالخلاط باش تجيني العجينه مدلوكه مزيان. والعجينه ديال البطاطا البنات راه كيكون كاين سقف اليدين، بلا ما تديو عليه، راه هو كما درتو ليه غادي يسقف اليدين، ولكن ماشي مشكله البنات، راه كتجي زوينه ومفشفشه من الداخل. كندير قريصات صغار البنات وكندير فيهم الشكلاط من الوسط. كما قلت لكم البنات راه ما كنخليهمش يخمروا بزاف في القصريه، غير شويه حيت ما تجيش فيهم المذاق ديال الخميره بزاف البنات. هنا ملي صيبتهم كاملين وقرصتهم شويه ودخلتهم الفران، شعلت عليهم لتحت، طابوا من التحت، عاد شعلت عليهم الفوق البنات، وجو البنات على مزويناتهم، جاو مفشفشين زوينين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وشكرا كاع الناس اللي كيشجعوني، كنشكركم من القلب. شكرا كاع الناس اللي كيتبعوني وكيشجعوني، شكرا لكم. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.